عزف الأقلام. الليلة مباشرة من مدينة أمستردام معانا الفنان الشعبي المصري أحمد شيبة. خلونا نشوف مع بعض. أهلا وسهلا بيك أستاذ أحمد. نورتنا، نورت هولندا، نورت أمستردام، نورت قناة عزف الأقلام. ازيك عاملة ايه؟ والله الحمد لله. أنت اللي عامل إيه بالبرد؟ البرد عندكم ايه؟ برد كتير. برد كتير قوي. الله يعينك، الله يعينك إن شاء الله. أحمد شيبة، يعني بعد لحظات وإن شاء الله حتحيي حفلة ان شاء الله. والجمهور عريض يعني مستنيك بفارغ، يعني بشغف. الحمد لله. الحمد لله. لسه ما دخلتش، لسه قايم من النوم والله. لسه قايم من النوم؟ لا والله. والله تعبان كنت بلف بالنهار ياما، لفيت ياما انا وحبايبي، انا واخواتي. يعني لفيت بامستردام؟ لفيت شويه. عجبك جميله امستردام ولا لا؟ جميله جدا، بس خساره برد. جميله جدا، جميله جدا. ان شاء الله ما تكونش اخر مره. لا ان شاء الله هاجي. هتيجي يعني؟ ونخد شغل تاني يعني. الله الله. خدت شغل في السويد وهنا هو برضه في امستردام. يعني ده حصري على قناه عزف الاقلام. يعني عندك ان شاء الله حفله في السويد امتى؟ عارف؟ لا لسه بقى بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان. وكمان في امستردام هنقعد اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. وكمان اجي كمان اعمل معاك. انت تيجي فوق دماغي يا ست الكل. ربي يخليك، ربي يخليك، ربي يخليك. عاوزه اسالك جديد. عندك جديد؟ طب في جديد من 6 ايام. ايوه. او 7 ايام في اغنيه نزلت لي جديده. يعني كمان حصري ولا لا؟ ما تقوليش في اغنيه مش حصري. لا حصري. في اغنيه اسمها يعلم ربنا، في تمثيليه تتر تمثيليه نسر الصعيد بتاعت استاذ محمد رمضان. الله. وشغاله في مصر كويس قوي الحمد لله. بيقولوا لي اللي هي شغاله جميله جدا في مصر والناس يعني وعاجبه الناس. اخذت يعني صوت في مصر وكده. ان شاء الله خير يا رب. وعامل برضه اغنيه للهجره الغير شرعيه. بتعملها انا واستاذ زاب ثروت. ايوه. فانا اعتقد هي نزلت امبارح باين او النهارده. ما اعرفش انا لسه قايل لي احمد زين دلوقتي. يعني لسه ما نزلت. دي للهجره غير شرعيه، الناس اللي بتسافر وكده دي نزلت نزلت البلد. احنا بننصحوهم يعني. ايوه، خصوصا دلوقتي. انت دلوقتي هتحس بينا الحمد في الهجره. لله. هتحس احنا حاسين بايه في الغربه. برد وما فيش نشاط وما فيش حركه. بس الحمد لله. صح، الحمد لله. الواحد بيحمد ربنا وبيشكر فضله. اكيد لازم عشان تنجح لازم تتعب. اكيد. اكيد. كمان انا مش هطول عليك عشان عارفه ان جمهورك بيستناك. بس عاوزه اعرف، انت معروف عليك انك غنيت كمان وحيد حفلات في الدول العربيه. في امريكا وفي الدول العربيه، في دبي وفي تونس وفي المغرب. لا في المغرب لسه. انا مغربيه على فكره. في المغرب رايح النهارده، رايح ان شاء الله في شهر 6 مهرجان موازين. ان شاء الله. ان شاء الله اشوفك هناك يا رب. ان شاء الله. والله العظيم موفق. يعني مهرجان موازين ده مسموع جدا، حاجه رهيبه طبعا. يعني الحمد لله. بنقول ان احمد شيبة حقق طموحه ولا لسه بعد النجاح ده يعني؟ او يعني الحمد لله طبعا وبشكر فضله طبعا. الحمد لله رب العالمين. ولسه في تاني طالما يعني لسه برضه الواحد عنده طموح جدا. طبعا. لسه يعني لسه ما خلصتش، لسه عاوز حاجات كتير. هو اي بني ادم بيبقى لسه برضه لازم يشتغل ويشقى ويتعب ويتعب عشان ينجح ويفضل في النجاح مستمر. اهم حاجه تستمر في النجاح. الاستمراريه دي اهم حاجه طبعا. والحمد لله عملت اغنيه نزلت، عملت شغل جامد قوي يعني. كان بعد قالوا لعبت يا زهر، كان بعد الاغنيه دي لازم تختار حاجه جميله عشان تبقى دي قصاد دي. يعني مثلا حتى تبقى اقل يعني ما تنزلش يعني اقل ولا كده. لا لازم يعني تكون يا اما وتعجب الناس. أيوة. اهم حاجه. فالحمد لله نزلت الاغنيه عجبت الناس. انا تليفونات ما بتبطلش من 5 6 ايام. الحمد لله يا رب. بالتوفيق يا رب، باستمراريه. والله العظيم وسعيد ان هو برضه في امستردام. اول مره في امستردام صحيح يا احمد؟ اول مره. وان شاء الله ما تكونش اخر مره. ما تقولش لا برد. حضرتك اللي انا الحمد لله ان شاء الله. طيب احنا سعداء وان شاء الله تكون عندنا. انا سعيده جدا والله العظيم ان متابعين وقناه عزف الاقلام ان تشوف اخبارك حصريا. وان شاء الله بنتمنى لك التوفيق. وانا كنت عاوزه بس تغني لي مقطع ايه الاغنيه اللي بحبها. انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال. اروح لاول واحد احتجت له في سؤال
كسر بخاطري ساعتها ودواني ديتي الحال، اعمل معي الصح. نكمل بقى جوه في خلاص نكمل جوه. مع السلامه وشكرا وبالتوفيق، وانا وراك ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه، شكرا. السلام. متابعين ومشاهدي قناة عزف الأقلام، كنا الآن مباشرة من مدينة أمستردام مع الفنان الشعبي المصري أحمد شيبة. انتظرونا في حلقة جديدة ومع ضيف جديد، وشكرا.